نفرد العجينه بشكل كويس وبعد كده هنجيب معلقه صغيره او ممكن نجيب كيس شوكولاته ونخرمه خرم صغير ونبدا نحشي العجينه من النص. ما تيجي اقول لك نعمل ازاي العظمه دي مع بعض، واللي ممكن نحشيها شوكولاته او جبنه او كريمه او اي حاجه انت بتحبها. شكله جامد الصراحه. اول حاجه جبنا دقيق متعدد الاغراض واستخدمنا منه 3 كوبايات معياريه، وبعدها نخلنا الدقيق عشان ما يبقاش مكتوم زي ما تعودنا. هنحط معلقه صغيره ملح مع معلقه سكر كبيره ومعلقه خميره كبيره ونحط كل ده فوق بعضه. هنجيب نص معلقه صغيره بيكنج باودر عشان تساعد ان العجينه تبقى معانا هشه، ومعلقه زبده كبيره، وحطينا كل ده على الخليط. مش حاجه غاليه. هنجيب بقى بيضه وهنحط عليها خل علشان الزفاره، وقلبنا كل ده على بعضه كويس. حطينا كوبايه لبن دافي ونص كوبايه ميه دافيه ومكسنا كل ده على بعض لحد ما نحس ان العجينه بدات تلم معانا شويه، فساعتها هنسيبها 5 دقايق تستريح ونرجع لها تاني. هنجيب معلقه زيت بقى ونبدا نعذب فيها شويه لحد ما نحس ان وشها بدا يبقى ناعم. وطبعا الحاجه ما تكملش حلاوتها الا بنفس ست الحبايب معانا، وزي ما انتم شايفين وشها ناعم معانا خالص بالمنظر ده. وهنبدا بقى نحط لها شويه زيت وبعد كده سيبها تخمر 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 لحد ما تكبر تكبر تكبر، وبعد كده نجيبها تاني. وبعد ما سيبناها تخمر 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 تكبر 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 رجعنا لها تاني. قلت لكم خمسة في عين اللي ما يصلي على النبي. هنبدأ بقى نقطعها ونشكلها كور بالمنظر ده، واهم حاجة نشكلها كور بالمنظر ده والكور كلها تبقى حجم واحد. وبعد ما شكلناهم بالمنظر ده هنغطيهم شوية، وبعد كده هنجيب صينية وندهنها زيت علشان العجينة ما تلزقش فيها. وانا عايزك تركز معايا في الحتة دي بالذات عشان الشوكولاتة لو طلعت منك فالدنيا منك باظت خالص. خلاص مش هتنفع خالص. هنفرد العجينة بشكل كويس وبعد كده هنجيب معلقة صغيرة او ممكن نجيب كيس شوكولاتة ونخرمه خرم صغير ونبدأ نحشي العجينة من النص. وبعد ما خلصنا الصينية بالعظمة دي هنجيب شوية زيت وندهن بيهم وش الكور علشان وشهم يبقوا ناعمين، وبعد كده هنجيب بيضة ونحط عليها شوية خل وهندهن برضو وش الكور علشان يدينا اللون الذهبي اللي بيفتح نفس اي حد لما يشوفها. وبعد كده هندخلها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة، وبعد ما تطلع هنسيبها شوية متغطية علشان تبقى طرية. بص الجبن ده سبونش جدا، مش شوكولاته، محتاجه تزيد سيكه في الشوكولاته، ممكن تزوقوها بشوكولاته بيضه من بره، ممكن نعمل فيها حاجات كتير قوي. بس وده كان فيديو النهارده، والقاكم قريبا في فيديو تاني، وسلام.